السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مخلل اللفت الجميل اللي قدامكم ده. اللفت الأيام دي كتير وسعره حلو ورخيص، ففرصة إن احنا نخلله وناكل منه، بيبقى طعمه حلو أوي بيفتح النفس. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي بفكركم حبايبي باللايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. أنا جايبة هنا كيلو من اللفت. تختاري اللفتاية اللي يكون حجمها متوسط، ما تكونش كبيرة قوي ولا صغنونة قوي، وتكون تقيلة لأن الخفيفة بتكون قلبها فاضي، فتختاري اللفتاية اللي تكون تقيلة ومتوسطة الحجم، دي بتبقى حلوة قوي. همسكه بقى انضفه من الأجزاء اللي فيه دي، واقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. شوفي اللفتاية تقيلة ازاي. اقطع الجزء ده كده واشيل كل اللي فيه ده، لو في اي حاجة اشيلها كده اقشرها، يعني اخلي اللفتاية نضيفة خالص خالص. شوفي شكلها بقى عامل ازاي. وبرضو الجزء اللي تحت ده تنضفيه. شوف بقت نضيفة خالص من فوق ومن تحت، كلها زي الفل. ومعايا واحدة من البنجر دي هحطها مع اللفت عشان تديله لون حلو، وبرضه هتتاكل لان البنجر برضه كمخلل بيتاكل. خلص كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واغسله غسيل كويس جدا. انا نضفته كله وغسلته، وبرضه حبة البنجر قشرتها وغسلتها. همسكه بقى اقطعه، تقطعيه بقى الحجم اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير. انا قطعتها نصين وابدا اقطعه شرايح كده، وبعد كده اصابع اهو زي ما انت شايفه كده. تخلوش حجمه كبير قوي عشان اللي ياخد واحده يقدر ياكلها ما يقعدش منها. بالحجم ده كده كويس. قطع كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا قطعت كيلو اللفت كله اهو. هنزل عليه بقى بملح، معلقتين 3 كده ملح، وقلبه فيها. انا حطيت له معلقتين كبار، وهسيبه في الملح ده حوالي يعني 3 ساعات. ممكن تسيبيه اكتر من كده كمان، مفيش مشكلة. بعد ما سبته في الملح نزل المية بتاعته. شوفي المية. همسكه بقى اصفيه من المية دي واغسله كويس جدا من الملح اللي فيه. انا غسلته اهو، حطاه في مصفى يتصفى. واجيب البرطمان بتاعي يكون معقم ونضيف، تكوني غسلاه ومدخلاه في حرارة الفرن عشان يتعقم. ومعايا لتر من المية هنزل فيه بمعلقة واحدة بس ملح، لان هو اصلا كان في ملح، فاللفت اصلا مملح يعني، فمش هنكتر ملح. هي معلقة واحدة في لتر مية. وبرضو البنجر قطعته اهو، هوزعه بقى في البرطمان. هنزل كده شوية لفت وحتتين بنجر، وشوية لفت وحتتين بنجر، لحد ما اخلص المقدار كله. تديله لون حلو قوي، وبرضه بيتاكل مع اللفت.
هي الكمية بتاعتي كانت على قد البرطمان اللي عندي. خلاص كده انا نزلت اللفت كله والبنجر. هنزل بقى بالمية على قد ما ياخد بقى، انا مجهزة لتر وعلى قد ما ياخد، بس اغطيه بالمية واحطه في ايه كده نايلون عشان احجز عنه الهواء، واغطيه كويس جدا باحكام، واسيبه على رخامة المطبخ كده لحد ما يستوي. هياخد له حوالي 4 ايام وتلاقيه استوى. بعد كده تدخليه التلاجة وتطلعي منه بقى جنب اي اكل. من المخللات اللذيذة قوي اللي تفتح النفس، خصوصا بقى مع الفول وفي الفطار او في غدا جنب طبيخ جنب اي حاجة، هتلاقي طعمه جميل جدا ويفتح النفس. هشوف البنجر اداله لون ازاي. هحط معلقة من السكر، ومعلقة السكر دي علشان تديله قرمشة لحد اخر واحدة، يعني يبقى فيه قرشة كده وانتي بتاكليه. مهم برضو انك تحطي له معلقة السكر دي. انا بعد ما غطيته اول مرة شلته ورحت حاطة السكر، اغطيه باحكام وحركنه بقى زي ما قلت لك. هياخد حوالي 4 ايام وتلاقيه استوى. يلا ابدأي خليه اللفت الجميل ده، وهو متوفر دلوقتي في السوق وسعره حلو ان شاء الله هيعجبك. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بلايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا اصحابكم الفيديو. بالهنا والشفا.